الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون ويحاربون ويحاربون أولياءك بكل مكان يا حي يا قيوم. اللهم اشدد وطأتك على طاغية الشام. اللهم اشدد وطأتك على طاغية الشام وجنوده وجنوده يا حي يا قيوم. ومن أساله وأول يا حي يا قيوم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب وولي السهاد وهادم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا وإخواننا المجاهدين عليهم إنك على كل شيء قدير. اللهم شرفنا بالجهاد في سبيلك وبالشهادة في سبيلك يا حي يا قيوم مقبلين غير مدبرين ابتغاء ما عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في أرض الشام واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم عن القوم الكافرين. اللهم أيدهم بروح من عندك. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم أتهم فتحا قريبا وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بك يا حي يا قيوم أن تكفينا شر من كثر سواد أعدائهم يا حي يا قيوم. ندعو بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد بالمجاهدين في سبيلك في أرض الشام بكيد أو مكر أو وشاية يا حي يا قيوم أو مؤامرة يا حي يا قيوم تذهب ريحهم وتدخل الشقاق بينهم فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. أنت حسبنا يا حي يا قيوم نعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.